النهارده المدرسين في المدارس عاملين اضراب، بس الحمد لله المدرسه بتاعتنا احنا شغالين زي ما هم، ولا في اضراب ولا في اي حاجه. مدرسه محترمه والله. فالعيال راحوا المدرسه الصبح وكل حاجه كانت تمام وزي الفل ورجعوا، وانا خلصت شغلي ورجعت يوم طبيعي خالص، ولا اكن فيه اوعي تقعي، ولا اكن فيه اضراب، ولا اكن فيه اي حاجه، والعيال مبسوطين وانا مبسوط. صح؟ اه. طب ليه بقى المدرسين عاملين اضراب؟ تعالوا اقول لكم الموضوع ده. المدرسين بقى يا سيدي عاملين اضراب اولا علشان خاطر الفلوس. الحياه غليت، كل حاجه بقت اسعارها الدبل تقريبا، والحاجه اللي كنت بتشتريها زمان بجنيه النهارده سعرها بيغلى كل يوم. فاول حاجه المدرسين مرتباتهم زي ما هي، والحياه كلها عماله تغلى حواليهم، مش المدرسين بس، الناس كلهم. ولكن ده اول سبب. السبب الثاني ان طبعا انا معايا ورقه مطبوعه من المدرسه وموجوده على الانترنت في كل حته، فاللي هو why teacher are going on strike. الحاجه الثانيه ان المدرسين نفسهم بقوا قليلين. المدارس ما بقتش بتعين مدرسين، يعني ما معهمش البادجت، ما معهمش الفلوس اللي هم محتاجينها عشان يعينوا ناس. المفروض كل مدرسة بيبقى ليها، بيسموها ايه بالعربي؟ انا مش فاكر الكلمة بالعربي اسمها ايه، اللي هي البادجت، اللي هي الميزانية بتاعتك. ايوه اهي جبتها، الميزانية. فالميزانية بتاعت التعليم ما بقاش فيها فلوس زيادة ان هم يعينوا ناس جداد، وبالتالي اللي موجودين من المدرسين بيفضلوا موجودين، واللي بيمشي منهم يمشي، لكن ما بيجيبوش حد بداله. فالمدرسين قالوا، وكمان خصوصا المدرسين اللي عندهم خبرة. يعني انت عايز مدرس بقاله كذا سنة شغال، وبالتالي ده بيبقى خبرة وفاهم هو بيعمل ايه. الحاجة التانية الريسورسز بتاعت المدارس نفسها، اللي هي الايكويبمنت اللي العيال بيحتاجوها وبيستخدموها. يعني مثلا جايبين للعيال عندنا في المدرسة تابلتس، كل عيل ليه تابلت بيستخدمه في المدرسة. التابلتس دي بقى لها فترة، يعني بقى لها كذا سنة. المفروض انها تتجدد، المفروض انها تتغير، المفروض انهم بيجيبوا في المدرسة مثلا كتب جديدة، المفروض انهم بيجيبوا حاجات جديدة. المدارس ما بقتش بتهتم بمواضيع الكلاسز اللي هي بعد المدرسة دي. ساعات مثلا بعد المدرسة العيال بيقعدوا مثلا عشان عندهم كلاس فيه رسم مثلا، وبنتي مثلا عايزة تتعلم الرسم أو كده، فبتقعد تاخد حصة الرسم اللي بعد المدرسة دي. المدارس ما بقتش بتعمل الحاجات ديت عشان مش مهتمية بيها. بيعملوا مثلا كلاسات مزيكا، تلعب جيتار، تلعب بيانو، تلعب بيعملوا مثلا ماتشات كورة، بوكسينج، كاراتيه، جيمانيستيك. في مدارس بتعمل مثلا هورس رايدنج، تنس. انا بنتي مثلا بتروح تنس جنب المدرسة. حاجات زي كده. دي المفروض ان المدارس بتهتم بالحاجات ديت علشان خاطر تزود قدرات العيال وتزود انشطة العيال والحاجات دي كلها. في مدارس كتير ما بقاش عندهم الحاجات دي، ما بقوش بيعملوها. عشان كده المدرسين عاملين اضراب. طيب موضوع الاضراب ده بقى هيفضل كتير الله اعلم. انا زي ما قلت لكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. المدرسة عندنا شغالة زي ما هي. المدرسة عندي يعني مع العيال مدرسة قوية، مدرسة ليها مركزها وليها مقامها وفي منطقة حلوة وعالية قوي يعني. فدول المدرسين زي ما تقول كده ايه، لا مش عايزين يبدأوا ان هم يعملوا الاضراب دلوقتي. ولكن الله اعلم ممكن يحصل في اي يوم. فهم محددين هنا المدارس وايه، اللي هو اليونيون بتاع المدارس، اللي هو الاتحاد بتاع المدرسين. محددين شوية ايام هيعملوا فيهم اضراب وهيقفوا عن الشغل.
طبعا هي دي مش حاجة حلوة خالص، دي نصيبة كبيرة. يعني لو المدارس وقفت عن الشغل ربنا يستر. لأن لو المدارس وقفت هنا العيال مش هيروحوا المدارس، وده معناه إن الأبهات والأمهات هيقعدوا في البيت، وده معناه إنهم مش هيروحوا يقدروا يشتغلوا. فأنت كده شغلك وقف، والشركات وقفت، والدنيا كلها وقفت، وانت قاعد مع العيال في البيت مش عارف تعمل ايه. دول لو فعلا دخلوا في موضوع الاضراب والسترايك وقفلوا، خلاص كده احنا هنقعد هنقعد بقى مع العيال ونستنى لحد ما نشوف الحكومة هتعمل ايه. دي حاجة من الحاجات اللي انا كنت اتكلمت فيها، وناس كتير كانت سألتني عليها، اللي هم اساسا شغالين مدرسين في دول تانية وعايزين يجوا يشتغلوا مدرسين في انجلترا. الباب مفتوح حبايبي. الناس هنا فعلا مدرسين ودكاترة ومهندسين، الثلاث حاجات دول: مدرسين، دكاترة، مهندسين. تعالى خش ارشق هتشتغل، ما تستناش، هتيجي هتشتغل. وحتى لو ما عندكش خبرة هم هيظبطوك، هيدولك الخبرة وهتشتغل، هيحطوك في مدرسة ابتدائي، ابدأ مع العيال الصغيرة، ابدأ مع أي حاجة. بس طبعا لازم يكون الإنجليش بتاعك كويس، أنت جاي تشتغل مدرس مع عيال بيتكلموا إنجليزي، أنت مش جاي تشتغل مدرس عربي. ف اللي يا جماعة، يعني أنا في هذا الفيديو يا ريت شوية مدرسين يهبوا علينا هنا علشان عايزين مدرسين. بس يا سيدي، فالنهارده انا قلت اقول لكم على الموضوع ده. احنا خلصنا اليوم اصلا، العيال راحوا المدرسه وانا خلصت شغلي ورجعنا واتغدينا وعادي خالص مفيش اي حاجه. ولكن اللي انا شايل همه اليوم اللي المدرسه عندنا هيقوموا قايلين يبعتوش العيال عشان المدرسين عاملين اضراب. ساعتها بقى هتخانق انا والمدام عشان نشوف مين اللي هياخد اليوم اجازه من الشغل، انا ولا هي، ومين اللي هيقعد مع العيال. ربنا يستر وما يجوش يعملوا اضراب في يوم يكون عندي فيه شغل كتير. عشان كده انا شخصيا ما عنديش مشكله، انا ممكن اخد العيال معايا الشغل، والله ما بتفرق معايا. خدهم معايا ويلا يلا حبايبي، يلا روحوا اشتغلوا واعملوا بلقمتكم. انا بس في قوانين هنا ما ينفعش للاسف. بس لا، اتجنن عليهم واخد العيال عادي، خليهم يعملوا اضراب، والله ما بتفرق معايا. اشوفكم على خير، السلام عليكم.